السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بلاغ عاجل من الحكومة المغربية اليوم. قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسى وضع زر لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أخبار المغرب. بلاغ هام لرئاسة الحكومة في التفاصيل. ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية المغرب الرقمي 2030. وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك 3 مشاريع مراسم يتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد تكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثالث بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة تصدير الحرة للقنيطرة. وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعين في مناصب عليا طبقا للأحكام الفصل 92 من الدستور.